ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ انا هالة ثابت، ميك اب ارتست. لو اول مره بتشوفيني اعملي اشتراك في القناه، فعلي زر الجرس ولايك وشير عشان يوصلك كل جديد. طبعا انتوا شايفين الجمال والحلاوه اللي انا عاملاها، العظمه دي. يلا هندخل على طول على الفيديو. جهزت البشره، وزعت الكونتور، الكونسيلر، البلاشر الكريمي. وزي ما انتوا شايفين توزيع، يعني تعمد النهاردة ان انا يبقى الخطوط بتاعتي حادة شوية عشان اسحب الوجه. زي ما انتوا شايفين كده بداية توزيع الكونتور بفرشة كابوكي. بثبت كل حاجة في مكانها، او بدمج كل حاجة في مكانها زي ما انتوا شايفين. يعني كل حاجة لسه موجودة، خطوطي كلها موجودة، ولكن كل حاجة في مكانها. الفيديو ده بجد يا بنات، اللي مش هيتابع للآخر بجد 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 هيندم، لأنه فعلا فيديو مهم جدا، فيه تريكات رائعة قوي 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 في الشغل. هتنبسطوا منها، هتستفيدوا بيها، وبإذن الله يعني فعلا هتستفيدوا إفادة كبيرة جدا. الكونسيلر والكونتور من العجلة بتاعت كيرلان، العجلة الثلاثية، والبلاشر من باليت بتاعت جيكات. حلو. زي ما انتم شايفين كده دمجت كل حاجة في مكانها. هبدأ أدمج منطقة الأنف، وبسحب على ناحية الحواجب علشان أوسع المنطقة بين الحواجب. تمام. هبدأ بعد كده دمجت خلاص الكونسيلر، ما بحبش أطول عليكم الفيديو عشان ما تتضايقوش. دمجت الكونسيلر وثبت باللوس باودر، وهبدأ دلوقتي أثبت الحواجب. النهاردة الحواجب بشكل مختلف، اللوك بتاعنا كله شكله مختلف، بس هتنبهروا بجد باللوك بتاعنا. وفي تريكات كتيرة جديدة يمكن عليكم، أو هتستفيدوا بيها عموما. لو انتي لغاية دلوقتي لسه ما حطيتيش لايك، بسرعة اجري حطي لايك وتعالي لي يا ست البنات علشان تشوفي التركاية اللي جاية. التركاية اللي جاية مهمة جدا جدا جدا، وهتستفيدي بيها. ثبت كده شعر الحواجب بالشكل ده. تمام. طبعا بسرح كتير عشان انا عايزة شعر الحاجب يبقى بشكل معين زي ما انتوا شايفين كده، وبدوس زي ما حضراتكم شايفين انا ثبت الشعر في المكان اللي انا عايزاه بالشكل اللي انتوا شايفينه. تمام. حلو قوي. ده بعد كده نجيب الكونسيلر بتاعنا، وبرده الكونسيلر بتاعنا من الباليت او سوري، من العجلة الثلاثية بتاعت كيرولان. هبدأ انضف. في تركاية خلوا بالكم منها دلوقتي حالا هعملها، يا ريت تتابعوها. انا قربت لكم الكاميرا على قد ما اقدر علشان تشوفوا شايفين انا عملت ايه يا بنات. انا غطيت باقي الحاجب عشان عايزة الحاجب شوية ما فيهوش الكسرة دي. فزي ما انتوا شايفين انا غطيت الجزء اللي ورا، غطيت شعر الحاجب اللي ورا بالشكل اللي انتوا شايفينه. تمام. تمام جدا. تمام. وزعت بالشكل ده بالفرشة بتاعتي. الفرشة بتاعتي فلات وليها زي كيرف كده عشان يجيب لي الاماكن الضيقة اللي انا مش هقدر اوصلها. طبعا الكونسيلر ده يا بنات فول كفر، يعني بصوا غطى ازاي. فهو لو حابة تغطي بيه شعر هيساعدك جدا جدا ان انتي تغطي بيه. لو حابة تغطي شعر، او حابة تقصري حاجب، او حابة تشيلي حاجة، فسهل جدا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. انا طبطبت بالبيوتي بلندر زي ما انتوا شايفين كده، ولكن ما ثبتش. طب ما ثبتيش ليه؟ علشان انا عايزة اعمل لوك قوي، اللون بتاعي يبقى فخم كده وواضح،
ودي تركاية مهمة جدا للبنات اللي لسه مبتدئة. حلو. دلوقتي جبت اللون الاورنج، حاجة تاتش خفيف جدا جدا في الجزء الانتقالي بتاعي، بفرشة فلات. زي ما انتم شايفين ايدي خفيفة قوي. انا بشتغل على الكونسيلر على طول، انا ما ثبتش بلوس باودر. وهقول لكم ليه دلوقتي، علشان اللون بتاعي اللي جاي هو اللي هيبين انا ليه عملت كده. وطبعا يا بنات لما بتشتغلي على الكونسيلر مباشرة بتقوي اللوك بتاعك، وبيبقى ثابت اكتر كمان من اي حاجة تانية. او لو حابة يبقى اللوك بتاعك الوانه واضحة جدا. طبعا اللوك بتاعنا المرة دي جامد جدا، تحفة، حلو قوي. انا شخصيا كنت بجد يعني مبهورة قوي باللوك، عجبني قوي. وقولوا لي لو عايزين لوكات سامبل، عايزين ليه انا بنزل اللوكات القوية دي، عشان اساعدك انك تتعلمي ازاي تدمجي الوان، ازاي تطلعي لوك سهل بشرح بسيط. كده انا عملت ايه؟ زي ما انتوا شايفين انا كده على الكونسيلر مباشرة جبت اللون النبيتي ده بفرشة بنسل رفيعة زي ما انتوا شايفين. وبعمل ايه يا بنات؟ انا مش بدمج، انا بطبطب. طبطبت في الجزء بتاع الجفن المتحرك. تمام. وبعلى على باقي الجفن، ولكن بالراحة زي ما انتوا شايفين بطلع ازاي. تمام. حلو قوي كده. يا رب اللوك يكون يعجبكم وتشوفوا تريكات مفيدة وتستفيدوا بيها. كده انا عملت ايه؟ نضفت الفرشة بتاعتي دي، نضفتها طبعا انا وريت لكم السبونشة اللي انا بنضف بيها، يعني ما خدتش فيها برودكت زي ما انتم شايفين. وببدأ ادمج الاطراف ببعضها. شايفين انا بعمل ايه؟ باجي على الاطراف وادمجها ببعضها علشان يبقى في ماتشنج ما يبقاش فيه خطوط يعني. تمام. طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين انا حاطه لوس باودر تحت العين، لانه اللون النبيتي لون تقيل ووارد ان هو يعمل فول اوت، لكن انا ظبطت اموري وحطيت اللوس باودر بتاعي. جبت الفرشه الاولانيه بتاعه اللون الانتقالي زي ما انتوا شايفين، وبدمج برضو الاطراف ببعضها زي ما حضراتكم شايفين. تمام. تمام جدا. هرجع بفرشتي تاني بالبواقي اللي في الفرشة، مش بجيب حاجة جديدة. لان انا لو انا طبعا دايما بقول في الوان غدارة يعني تغدر بيا، ان انا ممكن اكون حطيتها لا يعني معرفش الم الموقف. اللون النبيتي، اللون الاسود، اللون البني الغامق، اللون الموف، الالوان دي الوان غدارة، لو ما اشتغلتش بحرص شديد فيها لازم هتبوظ لي اللوك بتاعي. فزي ما انتوا شايفين بروح وباجي وبنضف فرشتي وببدأ ادمج زي ما حضراتكم شايفين. رجعت تاني في فرشتي اللي ما فيهاش حاجة وبرجع بدمج الاطراف. حلو قوي كده. كده بحدد شكل العين من تحت، عايزة شكلها يبقى شارب قوي زي ما حضراتكم شايفين. تمام. خلصنا يا بنات. هبدأ اعمل ايه دلوقتي؟ هبدأ اعمل الحاجب بتاعي على الشكل اللي انا حددته. طبعا زي ما انتم شايفين الحاجب المرة دي مختلف، هيعجبكم جدا. هعمل ايه؟ بعمل خطوط
تحت، واحنا قلنا يا اما تعملي خط تحت خط فوق وتملي جوه، يا اما تعملي خطوط بالفرشة بتاعتك. تمام، زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام، اللي عندها اي افكار جديدة يا بنات للتعليم تبعت لي في الكومنتات، تكتب لي يا مدام هالة عايزين فكرة معينة، عايزين طريقة معينة. فيعني محتاجة منكم الإسعاف في الأفكار، يعني هبقى أنا مستفيدة وانتوا كمان مستفيدين. شايفين أنا بعمل إيه يا بنات؟ برفع الشعر أو بملى الخطوط اللي بين الشعر الفاضية بخطوط في الحاجب، وبحدد شكل الحاجب في الطرف الأخير زي ما حضراتكم شايفين. يعني انا نفسي بجد الكاميرا تبقى يعني اقرب من كده، ولكن هي دي اخرها صدقوني. فبجد دايما بقول التصوير يظلم كتير جدا، الشغل ده حقيقي. برفع خطوط بالشكل ده زي ما انتم شايفين، بس اكيد واصلاكوا يعني انه الحكاية بقت كتصوير بقى افضل بكتير جدا من الاول. يعني كان الاول اجتهادات فردية، ولكن دلوقتي لا، يعني في استعانة بحد، فالتصوير بقى افضل بكتير. تمام، مليت الحاجب بالشكل ده قدام، عملت تكنيك الشعرة بشعرة، وورا مليت للاخر الحاجب. شايفين جمال الحاجب قد ايه؟ تمام، حلو قوي. افكاركم بقى يا بنات، وابعتولي في الكومنتات اللي وصلت معايا للحتة دي في الفيديو، تكتب لي كده افكاركم يا بنات، اكتبوها لي في الكومنتات. كده انا بعرف بتتابعوني بجد من قلبكم وبتشوفوا الفيديو للاخر، ولا لقطة كده واجري. وانتي المستفادة والله، يعني انك تتابعي الفيديو ممكن تكنيك جديد عليكي ما شفتوش قبل كده، ممكن حركة معينة في الميك اب ما شفتيهاش قبل كده، هتلاقي نفسك انتي المستفادة كتير جدا. نبدأ مرحلة الايلاينر، وطبعا انتوا عارفين عشقي الاول والاخير للايلاينر بتاع محمود سعيد. بنوته بعتالي بتقولي طب هو محمود سعيد بيهبب يعني ثابت؟ بص، محمود سعيد يا بنات ده فحم، يعني مش جل. تمام، فهو لو ما تثبتش طبيعي لازم يهبب. فانا رشة الفيكس بلس بتاعت الفيكس بلس والفيكس سيتنج بتاع التثبيت طبعا بيثبت لي الايلاينر. وهعمل لكم تجربة عملي قدامكم عشان اوريلكم لما انا بحط الخط بتاع الايلاينر وبثبت بالفيكس بلس بيحصل ايه. يعني استنوا اللقطة دي، عشان ده سؤال جالي كتير جدا، ساعات بيجي على الخاص وساعات بيجي في التعليقات. الايلاينر بتاع محمود يا جماعة، ايلاينر محمود سعيد ده فحم مش جل، فطبيعي لو ما تثبتش هيهبب. تمام، كده خلصنا الايلاينر. تمام، هندخل على التركايه الجامده قوي اللي انا حبيتها قوي قوي، الا وهو الايلاينر الجليتر ده برضو من براند لمسة. تمام، هعمل خط ايلاينر فوق خط الايلاينر بتاعنا، هعمل خط ايلاينر جليتر زي ما انتوا شايفين يا احلى بنات في الدنيا. وبحبكم وبتمنى لكم التوفيق، ويا رب كل واحدة بتتمنى حاجة ربنا يديها لها يا رب. اللي بتتمنى زوج، اللي بتتمنى طفل، اللي بتتمنى كل حد عنده أمنية ربنا يحققها له، أمين يا رب.
زي ما انتم شايفين عملت الخط بتاع الايلاينر فوق خط الايلاينر بتاعنا بتاع محمود سعيد. تمام، بأكد جدا على الايلاينر بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. قمر قمر بجد. بحاول ما فوتش لقطة علشان تستفيدوا، مش فكرة انه انا الفيديو يبقى طويل عليكم. انا بحاول اختصر في حاجات بتعادة كتير، ولكن في حاجات انا بقول لا، يعني ما ينفعش تتساب عشان تتابعوها وما تفوتوش حاجة. تمام، خلصنا كده تقريبا الايلاينر، وهنبدأ نحط ايه. لا لسه ما خلصناش، عشان انا بعمل مونتاج وبتفرج معاكم، يعني كل خطوة انا بتفرج معاكم عليها وانا بعمل المونتاج. تمام، كده بحط الرموش يا بنات، وشايفين الرموش يعني في ثانية، في ثانية أقل من ثانية. الفكرة ايه؟ أنا بحط الجلو بتاع لزق الرموش على خط الرموش، ومش يعني عارفين بخليها تقريبا بتاع 30 ثانية كده لغاية ما الرموش تتشمع. تمام، وبحطها في ثواني بتلاقوها على طول بتلزق. انا عايزاكم تتابعوا بس الحتة دي، لان الحتة دي مهمة جدا وهتستفيدوا بيها جدا. شايفين انا عملت ايه يا بنات؟ انا عملت الخط بتاع الشادو نفس الدرجة النبيتي اللي فوق عملتها تحت. حلو، فلما عملتها تحت سحبت على قدام وسحبت على ورا، وخليت الجزء اللي تحت خط رموش من قدام فاضي، وهقول لكم ليه خليته فاضي. طبعا هتشوفوا حالا دلوقتي بشرح عملي ليه انا خليت الجزء ده فاضي. تمام، حلو قوي. تمام جدا. شايفين شوية اللوز باودر اللي تحت العين لسه موجودين، انا ما شلتهمش لان انا لسه مستمرة في الشغل. فاكرين طبعا الفرشة دي بتاعة الكونسيلر اللي فوق، البواقي اللي موجودة فيها انا رحت عاملة خط بيها تحت خط الرموش. الخط ده عمل لي ايه؟ الخط ده وسع لي واداني مساحة للعين حلوة جدا. تمام، وهجيب اي شادو فاتح، اي شادو اللي انت تحبيه، اي شادو فاتح بيج ابيض هايلايتر اللي انت عايزاه، وبثبته تحت فوق الكونسيلر. دلوقتي انا بعمل ايه؟ انا بكحل العين من جوه بكحل اسود. شايفين؟ شايفين العظمة؟ تمام، انا دلوقتي جبت ايه؟ عملت خط بنفس الفرشة بتاعة الكونسيلر، رجعت فتحت العين من ورا وثبتها بنفس اللون اللي انا عملته من قدام، وبثبت كده الالوان بتاعتي واتاكد ان الالواني كلها تمام، مفيش اي حصل فول اوت عليها من اي جزء زي ما انتوا شايفين يا بنات. هعمل مسكرة كده عشان ادمج الرموش الطبيعية اللي موجودة بالرموش الصناعي. تمام، قمر قمر. وبعمل مسكرة للرموش من تحت. تمام،
استفدتوا يا بنات باللوك ده ولا ايه؟ اللي وصلت معايا للجزء ده تقولي استفادت او ما استفادتش. تمام. سحبة العين انا حبيت اعيدها تاني لاني البنوتة برضو بتستحمل شوية انه انا اسحب العين كده بدون ما اطفي الاضاءة. فانا زي ما انتم شايفين هو خط واحد من خط الرموش اللي فوق. شايفين انا بعمل ايه؟ خط على خط الرموش بسحبه على تحت وبقفل الجزء من قدام بشكل 8 كده. بعد ما اللوك بتاعي خلص زي ما انتم شايفين يا بنات، هحط بس البلاشر والروج يعني اخلص احط الهايلايتر. يا رب اللوك يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا استفادة كبيرة منه. اشوفكم دايما على كل خير في الحياة. باي باي يا احلى بنات، ما تنسونيش باللايك والكومنت الحلو. باي باي.